أهلا بيكم مشاهدي موقع رسالة السلام. النهاردة يوم جديد وضيف جديد معانا. النهاردة ضيف يعني باحث في الفلسفة وفي التاريخ وباحث في أصل المعارف. شخص دائما وأبدا يحكم العقل قبل الورق فيما يطرحه من قضايا، وفيما يتحدث عنه من مواقف وآراء وأحكام، ومن ثم يعرض طول الوقت أو يتعرض طول الوقت لهجوم من بعض الأشخاص اللي بيروا إنه كون إنه هو يتحدث فيما يختلف فيه معهم، هذا نوع من أنواع التعدي عليهم أو على أشخاصهم. معانا النهاردة الأستاذ سامح عسكر، الباحث في التاريخ والفلسفة. أهلا وسهلا أستاذ سامح. اهلا بيك استاذ محمد. اتمنى ان انا ما كنتش يعني قلت مقدمة اقل مما يجب. و طول الوقت احنا بنبحث دائما عن الاشخاص اصحاب الفكر المستنير، علشان نعمل معاهم حلقات عن السلام وكيفية نشر السلام. في الفترة الأخيرة أستاذ سامح ظهر، يعني هو مش الفترة الأخيرة، يعني هو على مدى عقود طويلة كان دايما يظهر مجموعة من الناس اللي بتحاول تتحدث بشكل مستنير، ثم يحصل هجوم من بعض الآخرين اللي بيحرسوا التراث ومصرين على إن هو الصح الوحيد المطلق، هم أصحاب الرؤى الوحيدة الصحيحة، ومن يحكم عقله دائما وأبدا إما إن هو هرطيق أو هرطقة، وإما إن دلوقتي بيتقال عليه المستنيرين إما ملحدين وإما زنادقة أو خارجين عن الدين. شايف حراس التراث بيعملوا كده ليه يا أستاذ سامح في البداية؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بك استاذ محمد، ضيوفك الاعزاء. وفي الحقيقه عند البحث في تلك المساله لابد من النظر الى خلط شائع في ذلك الملف، وهو الخلط ما بين التاريخ والدين. هم يعتبرون ان كل ما روي وكل ما ذكر في ذلك التاريخ هو دينا وعقيده، وفي الحقيقه لابد من الفصل بين الامرين. الدين شيء والتاريخ شيء. الذي يصنع الدين في مخيلة البشر هو الله. تمام. الذي يأمر الناس بالدين وبرسالاته هو الله. إنما الذي يصنع التاريخ هم البشر، هم الذين يفعلون أفاعيلهم، هم الذين يعملون، هم الذين ينجحون، هم الذين يفشلون، هم الذين يصدقون، هم الذين يكذبون. عندما نخلط بين التاريخ والدين هنا تحدث مشكلة. الحقيقة هي مشكلة التراث الديني ليس فقط في التاريخ الإسلامي أو الفكر الإسلامي، هي موجودة في كل الأديان وفي كل المعتقدات وعند كل الشعوب. هو الخلط ما بين تاريخ الأمم ولغاتهم وثقافاتهم المحلية وما بين المعتقدات. لا بد من الفصل لكي نفهم كل ما ذكر في التاريخ، سواء إذا كانت تفاسير قرآنية أو كانت أحاديث وروايات أو إذا كانت كتب تاريخ أو كل هذه تحت مسمى التاريخ أو هو المنتج البشري. إنما القرآن هذا فقه وعقيدة. نحن نأخذ مصادرنا الأولى من الدين، لابد أن يؤخذ ذلك من القرآن. وتلك المسألة كان اتفق فيها معظم أئمة المسلمين في العصر الأول، أي الذي يصدر إلينا الآن أنه قد اجتمع العلماء وقد اجتمع الفقهاء على أن الحديث الواحد مثلا أو الرواية الواحدة أو الحديث الصحيح هذا ينسخ القرآن، أو أنه يكذبه أو أنه يرده أو أنه يهيمن عليه. هذا كله غير صحيح. الحقيقة نحن نتاج الآن حركة تقدس التراث وجعلت التاريخ دينا. تقدس التراث تقدس. وتقدس وجعلت التاريخ دينا. والجزئية دي احنا هنرجعها لما يسمى بالبارادايم او النموذج الفكري. طيب، البارادايم او النموذج الفكري. اتفضل. قبل يعني في الجزئية دي خليني أشير هنا لنقطة يا أستاذ سامح، وهي إنه المفكر العربي الإماراتي الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي
ويمكن استكمالا لكلام حضرتك، كان بيتكلم في كتابه المنهاج الإلهي، وبيتكلم على انه العودة للقرآن هي الحل الوحيد لوقت تلك الصراعات ما بين الفرق والطوائف والمذاهب المتعددة. انا بتكلم عن الاسلام، يعني بتكلم عن الاسلام، وان كان هذا الكلام ينطلي ايضا على بقية الاديان، يعني ان هم يمكن لو عادوا للتراث، اسف، لو عادوا للمنهاج الالهي وكلام الاله الواحد، اعتقد الامور هيبقى فيها، يعني هتقل حده المشاكل وحده الاتهامات المتصله. انا باكد على كلام حضرتك في انه كمان فكره انه تحويل التاريخ الى نص مقدس ومن ثم الاعتماد عليه وترك ما جاء في القران الكريم، دي اشكاليه كبرى، يعني ليه وصلنا لها كمان يعني؟ ورأي حضرتك ايه بقى في كلام الاستاذ علي الشرفاء؟ طبعا على القرآن كأصل لابد فيه من ضبط الميزان. احنا بنقول العودة للقرآن لضبط ميزان الفكر الإسلامي، لأن الفكر الإسلامي قد اختل في العقود الأخيرة نتيجة للخلط بين التاريخ والدين. العودة للقرآن سوف تعالج جزءا كبيرا من ذلك الخلل الحاصل. تمام. ذلك الخلل الحاصل قد اجتمعت عليه قوى عديدة مؤثرة، اجتمعت عليه قوة سياسية وقوة مادية مالية وقوة فكرية وقوة اجتماعية وقوة نفسية يعني كل الظروف كانت مهيئة لخدمة ذلك الخلط. ولأننا الآن نطالب بالاستنارة وبالفكر المستنير، لابد من كمرحلة أولى لابد للعودة للقرآن الكريم لضبط ميزان الفكر الإسلامي، لأن هناك بعدا آخر في النظر للنص القرآني. احنا بنقول أن الفقه بالعموم، الفقه الإسلامي يعتمد في أصله على الدليل. ودي نقطة كده عشان بس يا جماعة بتوع أصول الفقه. هناك دليلا متفقا عليه وهناك دليلا مختلفا عليه. الدليل المتفق عليه زي مثلا القرآن، السنة، الإجماع، القياس. الدليل المختلف عليه زي مثلا المصالح المرسلة، زي مرسل الصحابي، زي سد الذرائع، كثيرة هي يعني. لكن هناك بعض المتعصبين يأخذون الدليل المتفق عليه ويزعمون أنه متفق عليه، يأخذون مختلف عليه ويقولون أنه متفق عليه. زي مثلا موضوع خبر الواحد في الروايات والأحاديث. خبر الواحد هذا يمثل أكثر من 99% من مجمل الروايات والأحاديث. هذا خبر مختلف عليه وليس دليلا متفقا عليه. هم يقولون أن ذلك الخبر والسنة في الحقيقة أن السلف لم يكونوا يفكرون بهذا الشكل. السلف كانوا يفكرون بالفصل ما بين السنة وبين خبر الواحد. لأن ماذا تعني السنة؟ السنة تعني الطريق أو طريق المتبع في فهم الشيء. سنة الرسول الطريقة المتبعة من الرسول في فهم الإسلام أو في فهم القرآن. سنة الصحابة أو سنة آل البيت هي طريقة وفهم الصحابة والسلف وآل البيت في فهم القرآن وفي فهم الإسلام. يعني حضرتك هنا تقصد انه، يعني عذرا نستبيحني يعني ادراكي، حضرتك تقصد ان السنة هنا ادراك كل شخص لينا لفهم القرآن الكريم وفق معطيات عصره. يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل امورا توضح ما جاء في القرآن والتبس على الصحابة مثلا، ثم جاء من بعده فيوضح لمن بعده ومن بعده ومن بعده الى ان وصلنا الى عصرنا اليوم. هل انا كده فاهم صح؟ لابد للتوضيح طبعا كده فاهم صح، بس هو في نقطة بس عشان بس نحرر بها هذه الجزئية لأنها خاصة. احنا في لقائنا اليوم لا نريد أن نهاجم أحدا، يعني حتى التراثيين احنا بنحاول نقنعهم. هناك المفاهيم المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس هي ليست مفاهيم مطلقة بالنسبة. يعني السنة والإجماع والقياس تنقسم إلى أمرين اثنين: مفهوم ومصداق. الأمر ده مهم جدا طبعا. يعني ايه مفهوم؟ المفهوم نفسي، يعني في ذهني أنا أتصور السنة بكذا وكذا وكذا، الإجماع بكذا وكذا وكذا، القياس هذا اجتهاد مني بكذا وكذا وكذا. لكن مصداق تلك الأشياء في الواقع أي تحققها في الواقع الحسي هذا شيء مختلف، وقد اختلف عليه السلف وأئمة المسلمين قديما وحديثا وسيختلفون إليه إلى الآن. هذا الأمر لابد أن يحرر. السنة في الحقيقة في الواقع هي ليست واحدة،
السنن. كذلك مفهوم الشريعة. مفهوم الشريعة في الواقع ليس واحدا، إنما هناك شرائع. هناك شريعة الماتريدية، شريعة الأشاعرة، شريعة الحنابلة، شريعة المالكية، شريعة الشيعة، شريعة الإسماعيلية. هناك شرائع مختلفة جدا. ما الذي أوجد ذلك الاختلاف؟ هو الفرق ما بين المفهوم والمصداق. المفهوم مفهوم السنة في رأسي أنا، لكن مصداق ذلك المفهوم هو تحققه في الواقع الحسي. تلك الأمور مهمة جدا للفهم. أي أننا عندما نقول هناك دليلا متفقا عليه في الدين، نحن لا نتحدث في الواقع عن دليل متفق عليه، نحن نتحدث عن دليل متفق عليه في الذهن، مفهوما في الذهن لدينا، لكن تطبيقه شيئا مختلفا. وهذا الذي أوجد الخلاف حول التراث. يعني حتى لو اتفقنا حول صدقية بعض الروايات، فتصور تلك الروايات في الواقع الحسي سوف نختلف عليه. يعني احنا بنشوف حتى الجماعات الجهادية أو الإرهابية أو هم يتصارعون ويتعاركون ويتحاربون ويكفرون بعضهم البعض. كيف حدث ذلك يا سيدي؟ حدث لأن هناك فارقا ما بين مفهوم الشيء علميا في أذهانهم وبين مصادقه في الواقع. يعني حاجة كده احنا كنا بنمثلها بلغة أخرى، الفرق بين النظرية والتطبيق. بالظبط. النظرية دي أنا بقولها كلام كويس جدا جدا، منطقي جدا جدا، منظم جدا جدا، أنا قابله جدا جدا، أستسيغه جدا جدا، لكنه على الواقع لا يساوي شيء. وهذه الجزئية قد أحدثت ثورة في مخيلة بعض الفقهاء المسلمين حينما بحثوا في إمكانية تطبيق أفهامهم أو سنتهم أو شرائعهم في الزمان الماضي، مثل الإمام مثلا أبي المعالي الجويني في القرن الخامس الهجري، ومن بعد الإمام أبو إسحاق الشاطبي في القرن الثامن. وصلوا إلى ما يسمى فقه المصالح المرسلة. وفي الحقيقة هذا الفقه هو ليس مجرد فقه، هذه ثورة على الفكر الإسلامي القديم الذي عجز عن التفريق ما النظرية والتطبيق، عجز عن التفريق ما بين المفهوم والمصداق. إنه وصل إلى حقيقة دائمة وحقيقة جلية بأن غاية الدين وهدفه الأول هو المصلحة. المصلحة وليست مصلحة خاصة، إنما هي مصلحة العام. وبتلك القاعدة التي أرسوها المصالح المرسلة. طبعا المصالح المرسلة لها صنوف كتير ولها شرح كتير. أنا لي محاضرة في الإنترنت في اليوتيوب اسمها شرح المصالح المرسلة، حوالي تلت ساعة، ما طولتش فيها يعني. شرحت فيها هذه الجزئية باختصار شديد جدا، وشرحت هي موضوع مقاصد الدين الخمسة الذين قالوها. وأقول أن أي شيء يتعارض مع تلك المصلحة العامة فلا بد من النظر فيه، سواء كان تفسيرا للقرآن حتى، سواء كان رواية أو حديثا، لابد من النظر فيه، لأن تفاسيرنا للقرآن ليست قرآنا. تفاسيرنا للقرآن ليست قرآنا يا سيدي، وده تعدد. احنا عندنا مجموعة كبيرة من التفاسير، عندنا تفسير من أول الجلالين والسيوطي وابن كثير وحتى الشيخ الشعراوي. يعني عندنا مجموعة ضخمة من التفاسير. وأنا أضيف أمر هام، أن التفاسير ليست واحدة، لا مختلفة. التفاسير تختلف حسب المنهاج وحسب الفلسفة، حسب فلسفة ومنهاج المفكر أو الفقيه تتنوع أعداد التفاسير. يعني مثلا هناك تفاسير نصوصية وهذه هي الغالب، يعني اللي أنت ذكرته موضوع الجلالين، السيوطي، الطبري، ابن كثير، كل هؤلاء يفسرون بالنصوص الروائية. هناك تفسيرا آخر مختلفا بمنهجية مختلفة يفسر بالعقل، وهؤلاء الذين كانوا يتخذون العقل منهجا ويقدمون على النقل زي تفاسير المعتزلة. هناك تفاسير أخرى تفاسير بالروح والعاطفة، هؤلاء الذين كانوا يسموا بالباطنيين. هناك تفاسير كثيرة جدا في الفكر الإسلامي، وتفاسير محترمة وتفاسير غاية في الدقة، وكمان غاية في الزمن كمان حاكم للقصة يعني. وهناك تفاسير أيضا باللغة العربية. هناك أوضح، يعني هناك مثلا تفسير الإمام فخر الدين الرازي كان يجمع بين عدة أنواع ومناهج مختلفة. لذلك أنا هو عندي تفسير فخر الدين الرازي اللي هو الإمام فخر الدين الرازي الإمام الأشعري الكبير متوفى سنة 606 هجرية. هذا من أنجب وأروع وأكبر التفاسير في الفكر الإسلامي، وممثل جدا جدا الحقيقة يعني.
تفسير الفخر الرازي جمع بين عدة مناهج مختلفة، وهو الوحيد الذي جمع بين كل عدة هذه المناهج. جمع بين الطريقة النصوصية، وجمع بين الطريقة العلمية، وجمع بين الطريقة العقلية، وبين اللغوية، وبين الروحية الباطنية. لذلك هو نال غضب كثير، يعني هو يعني نال غضب حتى بعض الشعراء، نال غضب طبعا الحنابلة. ما كانش طبعا مراضي المعتزلة ما كانوش موافقين عليه قوي، رغم ان ما طرحه الامام فخر الدين الرازي في كتاب تفسير الكبير كان يعد انصافا كبيرا للمعتزله، ولكنه كان يخالف بعض المعتزله، وهذا رايه الشخصي يعني. هو المشكله كمان ان الذي النهارده من يحرس التراث ومن يحرس التفاسير، بنشوف دايما ان هم بيهاجموا كل محاوله لاعاده قراءه القرآن. يعني مبدئيا نقد التراث هم شايفين ان من يفعل ذلك هذا خارج، وشايفين كمان الدعوه لاعاده قراءه القرآن الكريم وفق فقه الواقع ووفق معطيات العصر الحالي ده كمان خروج. يعني ده لا يجوز. هم يعني واقفين انا مش بتكلم على مؤسسات ولا بتكلم على جهات، انا بتكلم على بعض المشايخ اللي بيجتمع حواليهم المسلمين، الأغلبية المسلمة اللي هي لا زالت على فطرتها، ولا زالت بتستمع وبتثق في المشايخ وبتثق في من يقول لهم بعض الكلمات الرقيقة، فيعني يثيروا خلفه، ثم نجدهم في النهاية يحاولون اغتيال بعض الناس أو يقومون باغتيال. يعني خلينا نتكلم مثلا على محاولة اغتيال الدكتور فرج فودة اللي قام بيها راجل لما حققوا معاه. هذا نتيجه يا استاذ محمد لخلطهم الشائن والبائن بين التاريخ والدين. يعني الحقيقه الدكتور فرج فودة وغيره من المفكرين هم لم يكونوا يعترضون على الدين، هم كانوا يعترضون على بعض احداث التاريخ. ولان الخصم في ذلك الوقت كان يخلط بين التاريخ والدين، هو ظن ان خصمه اللي هو الدكتور فرج فودة كان ينكر الحقيقه، ما كانش ينكر الدين ولا حاجه. يعني حتى الدكتور فرج فودة بمقاييس عصرنا نحن الان في 2023 هو كان في بعض الاصوليه. يعني الشيخ الدكتور فرج فودة كان يقول انا ارضى بالشريعه بالظبط، وارضى بتحكيم الشريعه، وكان يناظرهم بناء على ذلك الماده، ولم يكن ينكر الشريعه، قال انا مع الشريعه ولكن لا بد من تهذيبها من العنف. قال لا بد ان يحكم مبدا اللا عنف في تلك الشريعه. يعني حاجه كده زي اللي حصلت مع المرحوم المهاتما غاندي عندما قال ان الشريعه الهندوسيه هو ليس ضدها ولكن لابد من تهذيبها من العنف، ورفع مبدأ شهيرا في ذلك التوقيت في الثلاثينات والاربعينات وهو مبدأ الهمسة. والهمسة هذا يعني مبدأ لا عنف في الهندوسية. هو طبعا كان يقصد الدكتور فرج فودة انه لابد من تهذيب شريعتكم من العنف، اي لابد من الغاء فكره موضوع قتل المرتد هذه بتاتا، لانها سوف تؤدي الى قتل كل مختلف في الراي، لان الردة في الاصل هي تهمه وليست جماعه. يعني لا يوجد في الواقع شيء اسمه جماعه مرتدين لا زعيم ولا قائد، انما هو يوجد خصم، يوجد معارض بالراي. عندما تقول فكره قتل المرتد يعني قتل المخالف، هذا يعني اتهامه اولا، ثم التحريض عليه والتجيش عليه، ثم قتله في مرحله لاحقه. ثم برضه كان برضه العنف الشائع في شريعه الاسلاميين والجهاديين هو موضوع الحرب والجهاد، جهاد الطلب. الجهاد في الاسلام وجهاد دافع واضح جدا في القران الكريم، وليس فقط ببعض ايات محدوده، لا هناك عشرات الايات تقول بان الجهاد في الاسلام هو جهاد دفع وليس طلبا. بس هم كان يقول لهم ارجعوا للقران، القران لا يقول ابدا بجهاد الطلب. ما هو الجماعات دي بتعتمد على بعض المناهج اللي جايه من التراثيين اكتر من القران ذاته. يعني هم بيعتمدوا على روايات وتاريخ بيستندوا فيه مثلا للامام احمد بن تيميه في بعض الفتاوى اللي كانت تناسب عصره ولا تناسب عصرنا النهارده. وحتى لو كان في تفسير القران زي ما حضرتك ذكرت في بدايه الحوار، ويمكن ده بيتفق معاك فيه او حضرتك بتتفق مع المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي، انه في بعض الاوقات التفسير بيكون مناسب لحدث يعني واقع. يعني التتار والمغول لما بدأوا يغزوا الدولة العباسية، يعني انا اضرب هو طبعا مصداقا لرؤية حضرتك. يعني مثلا هناخد قضية مثلا الولد للفراش، وهي الحقيقة هي قضية واحدة. يعني
هي في عدة قضايا كثيرة جدا جدا هي كانت مناسبة لزمانها، لكنها ليست لا تناسب هذا الزمن الآن. أنا هعمل بس مقدمة بسيطة علشان يعني نجذر للفكرة ونبسطها للقارئ والمشاهد الكريم. يوجد ما يسمى الصيرورة. الصيرورة هذه تعني تغير العالم من حال إلى حال. تغير العالم من حال إلى حال، يعني العالم والكون والبشرية بتتغير كل فترة زمنية من حال إلى حال. هذه الفترة الزمنية قدر لها من حوالي 50 سنة 100 سنة. 50 سنة يعني جيل يعني أو جيلين 100 سنة. بيتغير العالم. ماذا يعني التغير؟ التغير هنا بينتقل من بارادايم إلى بارادايم آخر. ترجمة كلمة بارادايم بالإنجليزية يعني نموذج فكري. نموذج فكري كان يحكم البشر في ذلك المكان في ذلك الزمان، كان يقول بكيتو كيتو كيتو. كانت له ثوابت عليا، كانت له مفاهيم عليا، كانت له أعراف، كانت له تقاليد، كانت له ثوابت. هذه الثوابت وتلك الأعراف والتقاليد تطعن في مرحلة لاحقة عندما يتغير الزمن ويأتي ببارادايم آخر أو نموذج فكري آخر يطعن في ذلك القديم ثم يبني عليه أو يوافق بعضه وينكر بعض الآخر وهكذا. في ذلك العصر السابع تحديدا وما بعده إلى وقت قريب، يعني موضوع قصة الولد الفراش هذه كانت يعني قد تحل بعض المشاكل، ولذلك كانت لها منطقيات عند القدماء. يعني أنا باحث في التراث الإسلامي من حوالي أكثر من 30-35 سنة، وبدأت أكتب في التراث في النقد التراثي حوالي من 20 سنة. لم أجد خلافا، نقطة مهمة، لم أجد خلافا أو شكا أو نقدا أو اعتراضا من الفقهاء حول قصة الولد الفراش، رغم أنها الآن شائنة أخلاقيا، رغم أنها الآن شائن في الزمن الآن 2023 شائنة أخلاقيا. ما الذي جعل القدماء لا ينظرون إليها بتلك الصورة الشائنة؟ إنهم كانوا يستسيغونها، لم يكونوا يعتقدون أنها ضد الأخلاق أو ضد الدين، هم كانوا يعتقدون أنها تتفق مع المنطق وتتفق مع المصلحة العامة وتتفق مع ظروف ذلك المجتمع اللي أنا بسميه البارادايم أو النموذج الفكري. النموذج الفكري البارادايم الذي كان يحكم هؤلاء في الزمن الماضي كان كيتو كيتو ولم يكن يستقبح قصة الولد. يعني هي كانت بتحل مشاكل عديدة، مثلا زي مثلا مشكلة مثلا موضوع الأنكحة في الجاهلية غير المشروعة، كانت لها بعض الآثار بعد قدوم الإسلام. يعني تلك الأنكحة غير المشروعة زي مثلا زواج الربط، البغاء، الاثنين متشابهين مع بعض، هم كانوا الأصل في قصة الولد الفراش دي. لما المشكلة دي حصلت في أطب معدوم النسب أو صعب التحقق من نسبهم، فوصلوا إلى اتفاق على أن عندما يولد الولد في فراش زوجية أو في فراش أو في كنف رجل ما أو زوجة ما يوصل إلى ذلك الفراش يوصل إلى ذلك. كانت هناك طريقة أخرى للتحقق وهي الشبه، لكن هذا الشبه عندما يكون معروفا الأب أو حتى مشكوكا فيه إحنا بنعرضه على كذا واحد وبناء عليه نختار. وقصة الولد الفراش هذه جمعت بين الأمرين، ودي نقطة يعني ممكن احنا هننتقد فيها قصة الولد الفراش دي من الناحية الروائية التاريخية. أنا لم يسبقني أحد في ذلك الأمر وأنا أقول لك أنا يعني لأول مرة. قصة الولد الفراش هي باختصار إن كان في عتبة بن أبي وقاص أخو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، كان يجامع امرأة سميت يعني حياء كده في التراث بوليدة زمعة. وليدة زمعة يعني زوجته يعني، بس هم يقول لك وليدة زمعة. فكان كانت النتيجة إن ولد أحد الذكور، فعتبة بن أبي وقاص أشار إلى سعد أخيه وقال له إن لي ولد، يعني أنا لي عيل مثلا عند زمعة. يعني فلما جه فتح مكة أوصى سعد، فجه سعد بن أبي وقاص قال لرسول الله أو جاء لهؤلاء اللي هم أولاد زمعة وقال أن هذا الولد وهو ابن أخي. اعترض أهل زمعة في ذلك التوقيت، وكان من ضمنهم عبد بن زمعة. عبد بن زمعة قال لا، طالما ولد في فراش أبي فهو أخي، طالما هو ولد في فراشنا فهو إيه من عائلتنا. القصة دي بتحكي إن قد إيه المجتمع في ذلك التوقيت هو ما كانش مستقبح قصة البغاء ونتائجه
بأثارها وبنتائجها. لأن طبعا لو الموضوع ده لو حصل دلوقتي كنت تلاقي فيه ثورة، إزاي هذا ابن زنا، هذا ابن كذا وابن كذا، وقد تثور ثائرة الناس وتحدث جرائم. لكن ما الذي دفع هؤلاء للمناقشة حتى وعرض الأمر أو عرض تلك المشكلة على الرسول؟ هم عرضوها على الرسول، أنا بقول بحكم الرواية، لأن الرواية عليها مطاعم بالمناسبة، رغم أنها متفق على بين البخاري ومسلم، بل هي مجتمع عليها في أغلب كتب الأحاديث والتراث. عندما عرضوا المشكلة على الرسول فقال الرسول الأول هو نظر للطفل فوجد أنه شبيها بعتبة بن أبي وقاص، لكن الرسول لم يحكم أنه ابن عتبة، قال أنه أخيك يا عبد بن زمعة، يعني قال إن الولد للفراش وللعاهر. هنا يعني تثار إشكالية يعني لم يطرحها أحد قبل ذلك. كيف يخالف الرسول مثلا ضميره والعياذ بالله وحاشا لله؟ طبعا الرسول لن يخالف ضميره والعياذ بالله. هذه الرواية فيها مطعن وفيها تشويه للرسول عليه السلام، إنها تقول له بكل وضوح أن الرسول كان يخالف ضميره، كان عارف إن الابن ده ابن عتبة ولكن ما قالش إنه ابن عتبة، قال لك لا يبقى هو ابن مين؟ ابن زمعة، أخو زمعة. وبعدين أمر زوجته اللي هي سودة بنت زمعة اللي هي أخت عبد، قال لها احتجبي عنه فإنه ليس أخي. وطبعا هنا تثار سائرة ثانية أو سؤال ثاني، لماذا أو هل وصل إلى أسماع عتبة بن أبي وقاص أو سعد بن أبي وقاص أمر الرسول لسودة بالاحتجاب عن ذلك الطفل؟ لو وصل ذلك الأمر فهذا يقين من هؤلاء أن الرسول قد خالف ضميره، فلماذا هنا لم يأتوا للرسول ويجادلوا في ذلك الأمر؟ أنت تعلم جيدا يا رسول الله أن ذلك وليدنا، وبالتالي لابد أن يكون في كنفنا ويتربى في عزنا، فلماذا لا حكمت بما يخالف المنطق يخالف الواقع؟ هو مش عارف ده هو ده بيجرني لسؤال يا أستاذ سامح، هو الرواية أصلا من بابها يعني من بدايتها سليمة؟ يعني هو يعني لأنه يعني أنا بالمناسبة هي احنا بنقول احنا قلنا حاجة مهمة، أنه لا يوجد أحد من فقهاء المسلمين في الماضي حتى وقت قريب قد اعترض على ذلك المبدأ. ليه؟ شيوع تلك الرواية كتير جدا جدا، يعني هي تقدر تقول كده بالعشرات بل بالمئات في كتب الأحاديث ومن روايات مختلفة. هي طبعا لم تبلغ حد التواتر، هي خبر أحد، ومن تلك الجزئية أنا أزعم يعني حياء يعني أو تكلفا أو على عدم التكلف إن تلك الرواية موضوعة على رسول الله، لأنها فيها تشويها لشخص لسيدنا النبي طبعا، تشويها لضميره. كيف يكون الرسول مقتنعا أن ذلك الطفل، وبالمناسبة بعض كتب التراث قالت اسمه، قالوا اسمه عبد الرحمن وله عاقب، يعني إيه؟ يعني ذلك الطفل كبر واتجوز وخلف وبقى له نسل. إذا كان ذلك حادثا فأين ذلك النسل من أولاد عائلة وقاص أبي وقاص؟ لماذا لم يطالبون بنسلهم من ذلك الطفل؟ طبعا هنا نلاقي ان مخترع القصه او واضع تلك القصه لم يناقش تلك الاشياء، لان دور عتبة بن ابي وقاص انتهى عند موضوع الادعاء ان ذلك الطفل وليه، ودور سعد بن ابي وقاص انتهى في تلك القصه. لان حاجه كده زي ما تكون مثلا مؤلف روايه او مؤلف قصه حط لكل واحد دور معين بينتهي عند المشهد الثالث او المشهد الرابع. ايوه بس ده كده مش هيناقش منطقيا وقائع ومنتجات ونتائج تلك الروايه واحداثها في المستقبل. اصل ده هيخلينا النهارده النهارده استاذ سامح نبص للقضيه اللي حصلت دي. النهارده احنا وصلنا ل يعني اذا كان القرآن الكريم يشجع في المقام الاول على العلم وعلى العلوم وعلى التعلم، واحاديث كتير منسوبه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اطلبوا العلم ولو في الصين، اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، اطلبوا العلم. فطلب العلم فرض، يعني طلب العلم وفق القرآن فريضة. فالنهاردة هم بيوقفونا عن فعل فريضة لمجرد حفظ، زي ما حضرتك دلوقتي بتتكلم بتأثر، لانه يعني في الغالب هذه الرواية منسوبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او موضوعة لأهداف ربما تكون تخدم مصالح بعض الاشخاص، زي ما حضرتك قلت انه كان في الاخر
البغاء في وقتها مقبول وغير مطروح. وكان يمكن العرب كمان بيتفاخروا بكثرة خلفة الأولاد حتى من البغاء، وبينسبوهم لنفسهم. ما كانش عندهم غضاضة في ده. ما كانش يعني، كان لما بتخلف صاحبة الراية الحمراء ذكر، وكان العرب بيتفاخروا مين ينسبوا لنفسه، يعني ما كانش فيه إشكالية زي ما حضرتك تفضلت وقلت من شوية. فالنهاردة احنا أمام معضلة كبيرة جدا، رفض العلم من بعض التراثيين تخوفا منهم. خلينا نكون صراحة بقى يا استاذ سامح، هو كده في خوف. لما القضاء، انا لا اعترض على احكام القضاء، ولكن القضاء بيحكم وفق ما ورد في القانون وما ورد من اوراق وما تم الاستفتاء عليه من الجهات التي تفتي في هذا. فاذا كان السند فيه مشكلة، فالنهارده احنا بننسب اطفال الحقيقة لغير ابيهم. الحقيقة هذا عداء ما بين الفقه وما بين العلم، وليس بين الدين والعلم، لأن الدين ما عداش العلم ولا حاجة. يعني العداء هنا أو الاختلاف هنا بين الفقه البشري وبين العلم، مش الدين. الدين ما أمرش بالعداء بالعلم، بالعكس ده هو أمر به. الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر بمفردات العلم والعقل في القرآن أكثر من 120 مرة. يفقهون ويتدبرون ويعقلون ويتفكرون، كل هذه ذكرت في القرآن. أنا عامل لها إحصائية كده، يعني حوالي 120 مرة. هذا أمر ثابت من ثوابت الدين هو العقل، والعقل هذا هو الذي يأتيك بالإيمان بالعلم. عندما يهجر هؤلاء عقولهم سوف ينكرون العلم في الأول، وإحنا لابد في إزاء ذلك لابد من المطالبة بتمكين العقل أولا. نحن نشاهد تمكين العقل أولا. أنا أبسط شيء دلوقتي يا أستاذ محمد، هناك مطعم في تلك الرواية غير الذي ذكرته. ألا تعلم أن تلك الرواية خرجت لتبرير صمت أبي سفيان بن حرب عن نسب زياد ابنه إلى نفسه؟ طبعا الموضوع ده جديد، أول مرة. طبعا كان في قصة مشهورة جدا، قصة تخلي أبو سفيان بن حرب عن ابنه زياد. يعني كان في قصة، كانت زمان كده، كان في واحد اسمه الحارث بن كلدة، كان عنده أمة اسمها سمية، فهو جمعها فهو خلف منها نفيع ونافع. نفيع ده هو أبو بكر، وبعد ما هو قضى منها وطرا ويعني شبع منها وكده، فهو وهبها لغلامه، كان يسمى في ذلك التوقيت عبيد الرومي. يعني غلامه ده يعني العبد بتاعه. طبعا. أصبحت الأمة زوجة عبده عبيد الرومي، فخلفوا مين بقى؟ زياد. أصبح زياد ده أبوه أمة وأبوه عبد، أمه أمة وأبوه عبد. ومن أعراف العرب في ذلك التوقيت أنه لا ينسب شخصا إلى عبد، ما ينفعش النسب ده يكون واحد حر، إنما العبد لا يتقطع نسبه، ما يتنسبش لواحد عبد. فظل يطلق على زياد في تلك كبر، يعني زياد بن أبي. هم عارفين أبوه عبد، لكنه ولد زياد بن أبي بس كده علشان إيه؟ هم عارفين أن أبوه عبد فمش هينسبوه لأبوه. فظلت هذه المشكلة حتى كبر زيادا وأصبح قائدا من قواد المسلمين العظام، فارسا مغوارا، خطيبا فصيحا، بليغا في جيش الإمام علي. نظر أبو سفيان إلى حاله فأراد أن يعينه، يعني صار، يعني الروايات التاريخية بتقول كده يعني. فصرح إلى بعض الناس أن زياد هذا هو ولد. قالوا له اسكت يا أبو سفيان، أنت عارف إحنا عارفين أن زياد ده ابن عبد، هتقولوا له ابنك أنت وأمه أما كمان، هتبقى مشكلة لك أنت، العرب سوف يحتقروك وكانوا يهينوك، وهو فصمت. هذا الصمت أبي سفيان هو الذي كان يحفز بعض الرواة الأمويين لوضع قصة الولد الفراش. ليه؟ لأن لما جه معاوية بن أبي سفيان بعد كده وعرض على زياد أن هو ينسبه لأبيه أبو سفيان، فزياد رفض لأنه كان في الإمام علي. ولكن الرفض هذا لم يستمر كثيرا. بعد هزيمة الإمام علي في صفين، وبعد مقتل واستشهاد الإمام علي بن أبي طالب، وبعد تمكن معاوية بن سفيان من الحكم والسيطرة والهيمنة على مفاصل الدولة الإسلامية أو الإمبراطورية العرب في ذلك التوقيت، ده ودان له الحكم، يعني خنع زياد وذهب له وقال له أنا موافق على العقد، أجي لك. طبعا ولأن معاوية في هذا التوقيت طبعا هو بشخصية براغماتية، قال له أنا أستفيد بيه لأنه مقاتل صلب وقائد حازم وخطيب فصيح، فأنا أستفيد بيه في جيشي. وبالفعل جابوا عنده
زياد زياد بن ابن ابي 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 سفيان. سفيان بن حرب. وطبعا في بعض الناس اللي كانوا رافضين تلك النسب فضلوا يطلقوا عليه زياد بن ابي، ومش عايزين يطلقوا له، ودي قصه ثانيه يعني. امتى بقى اتحطت قصه الولد الفراش هنا؟ الحكمه هنا ايه؟ الحكمه هنا ان هذه القصه هي قصه عدم اعتراف ابي سفيان بن حرب بزياد، على اساس ان زياد ولد في كنف عبيد الرومي، وبالتالي هو لابد ان ينسب لمين؟ لعبيد، لانه ما اتولدش في فراش ابي سفيان. هذه قصه كانت يعني هتخرج مروءه ابي سفيان، فدفاع عن ابي سفيان وضع قصه الولد. وبالتالي عندما وضع الراوي ده قصه بقى ادبيه، هنا بقى الادباء كانوا بيعالجوا ثغرات بعض، كانوا بيعالجوا ثغرات قصصهم ورواياتهم. جه الراوي في مرحله ما وضع قصه الولد الفراش علشان يبرئ ابي سفيان، ووضع قصه الولد الفراش وضع قصه نسب زياد بن ابي، وفيها ان ابي سفيان سكت لان الرسول قال ان الولد. يعني الموضوع واضح جدا يعني هو احنا بس الموضوع واضح ان هو كان الوقت كمان بدأ يعني الحوار معاك ممتع جدا جدا جدا. احنا مش هنعمل حوار واحد يا استاذ سامح، احنا هنستمر في الحوارات مع حضرتك لتوضيح الرؤى ونقد ما جاء في التراث في قضايا شائكة. طبعا انا اطلعت على منشورات حضرتك على صفحتك الخاصة، ويعني احنا بنأمل ان احنا كمان ناخد منها بعض المقالات ننشرها من اجل توعية الناس وتنويرهم. في نهاية اللقاء أنا يعني لا يسعني أن أشكرك حقيقة على المعلومات اللي أنا اكتسبتها على المستوى الشخصي، وكمان الجمهور اللي هيشاهد معانا أكيد هيكتسب منها أشياء كتيرة. إحنا حابين يعني أنا عارف إن ليك تدبرات في القرآن الكريم كتيرة، يعني في الحلقات القادمة أتمنى إن إحنا نناقشها. أنا بس مش عايز أطول الحلقة، يعني إحنا الحلقة دايما عندنا ما بتعديش 30 دقيقة، لكن الكلام معاك ممتع لأقصى درجة يا أستاذ سامح. وفي علوم ومعلومات كتيرة بناخدها. قضية الولد الفراش اللي حضرتك طرحتها دي من القضايا الهامة جدا اللي احنا واعيين فيها النهاردة في النسب، لأنه في تعارض ما بين زي ما حضرتك قلت التاريخ اللي بيتكلم عن الدين، أنا مش هقول الدين، التاريخ الذي يتحدث عن الدين، والعلم الذي نأخذه النهاردة العلوم الدنيوية، يعني الفيزياء والكيمياء والرياضة والأحياء، ويعني غير متقبلينها بعض من علماء الدين او بعض من حفظة التاريخ الديني. همشي ورا المصطلح بتاع حضرتك. انا بشكرك جدا النهارده يا استاذ سامح، وتوعدنا ان احنا نستمر في اللقاءات والاحاديث حوالين قضايا لها علاقة بالتراث ولها علاقة بالتدبر في آيات الخالق العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. ان شاء الله. شكرا جزيلا. اشكرك على اللقاء. اتفضل.